بقي الساكنة بقي أن ننبه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض من يقرأ القرآن عندما تأتيه ميم ساكنة وبعدها حرف من الحروف. ما هي هذه الأخطاء؟ نراها على اللوحة. الخطأ الأول: إطالة زمن الغنة زيادة عن المطلوب عند إظهارها. إذن عندما نظهر الميم مثلا نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا، هذه الميمات عليهم هم هذا قدرها هم، لكن أن نزيد على هذا فنقول مثلا هذا خطأ، سأنطق الآن الخطأ: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا، هذا خطأ، هذا تطويل للغنة عن حدها المتلقى، فلا يصح هذا أبدا. الخطأ الثاني كما نرى على اللوحة: تقصير زمن الغنة عند إدغامها أو إخفائها. مر معنا منذ قليل الميم المدغمة والميم المخفاة. الميم المدغمة مثل لكم ما كسبتم، هكذا زمن غنتها لكم ما، فأن يقول القائل لكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، انظروا ولكم ما كسبتم، هو أدغم الميم في الميم لكنه لم يأتي بغنتها المطولة، هذا خطأ. ميم ساكنة بعدها باء مثل أم به جنة، أي أن يقول القائل أم به جنة أم به جنة هكذا مرسلة، هذا خطأ على القول بإخفاء الميم، على القول بإخفاء الميم هذا خطأ، لابد أن يطول الغنة فيقول أم به جنة، لأن غنة الإخفاء غنة كاملة كما ذكرنا في ميزان الغنن في الحلقة الماضية. من جملة الأخطاء نرى على اللوحة: الخطأ ترك فرجة بين الشفتين عند إخفائها وهو أمر محدث. هذا الموضوع تحدثت عنه طويلا وأذكر فيه بين الفينة والأخرى. إبقاء فرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم أمر محدث لا تعرفه القراء، اجتهد فيه أحد العلماء وتوبع رحمه الله تعالى، وهذا لا يصح، لابد أن لا نبقي الفرجة، يعني ترميها بحجارة هذا لا يصح. بعض إخواننا أحبوا أن يعملوا موضوع وسط، قالوا مجرد ملامسة، بعضهم قال اجتهد فقال يعني بحيث لو مررت ورقة بين الشفتين لا يعني كلها اجتهادات من بعض المعاصرين يريدون أن يضعوا أمرا وسطا، لا هو إطباق ولا هو مجافاة وبعد بين الشفتين، فقالوا ترميهم يعني شيء بسيط. كل هذه أشياء محدثة مخترعة، لا بد من طبق الشفتين والاعتماد عليهما. ترميهم بحجارة هم من غير كز، من غير كز ولا مجافاة، إطباق عادي كما نتكلم في كلامنا اليومي. الأمر الرابع والأخير على اللوحة نراه من جملة الأخطاء التي تحدث عند نطق الميم الساكنة: إخفاؤها عند الواو والفاء كما نبه عليه أئمتنا، وذكرت لكم بعض الأمثلة، مثلا أن يقول القائل هم فيها، انظروا هم فيها، هذا هنا ماذا فعل القائل؟ أخفى الميم وعليه وكان عليه أن يظهرها فيقول هم فيها. وعند الواو أيضا عليهم ولا، لا يصح عليهم ولا، لابد أن يقول عليهم ولا، عليهم ولا، فنظهر الميم عند الفاء ونظهر الميم عند الواو. قد يسأل سائل لماذا جرى التنبيه على الميم عند هذين الحرفين بالذات؟ الجواب سهل: لأن الواو من الشفتين كالميم، الميم من الشفتين، والواو التي نبه عليها من الشفتين أيضا، والفاء التي نبه عليها من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، يعني لها علاقة بالشفتين. فلما كان الميم مع الواو بينهما اتحاد في المخرج والميم مع الفاء بينهما قرب في المخرج، جرى التنبيه عليه، لما لوحظ من أن بعض طلاب القرآن إذا قرأوا تساهلوا في هذا أو أسرعت أفواههم إلى إخفاء الميم عند الواو وعند الفاء، فلزم التنبيه على ذلك.